السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة أسعار الماعز والبقور يوتيوب. دعمونا باللايك واشتركوا في القناة وصلوا على النبي في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم التليفون للتواصل 01000 130 324. العنوان أسيوط، وفي توصيل يا جماعة للسيدة زينب. يعني اللي هيعجبه إن شاء الله العرض وهو قريب من السيدة زينب هيتواصل مع الحاج رافت، تمام، وهو هيبعت له مثلا عربون او كلام من ده، ويبعت له الشغل والتوصيل من اسيوط للسيدة زينب ب200 جنيه على الحتة، تمام. ده غير تمن طبعا الايه الحاجة. بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعة دول 4 نتايات، حاجة بسم الله ما شاء الله. نتايات خليط بور، بس خليط بور عالي جدا. هما يعتبروا يا جماعة جيل ان شاء الله جيل تالت، بس هما المستوى بتاعهم عالي بسم الله ما شاء الله. دول عمر 7 شهور و8 شهور، 2 عمر 7 شهور و2 عمر 8 شهور. وموجودة يا جماعة صورة الفيديو بتاع الأب، بس في آخر الفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه ده موجود الفيديو بتاع الأب بتاعهم. مستوى عالي جدا. ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. 2 فيهم يا جماعة اللي هما ال8 شهور دول كلاسيك بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين الظهر المجوز والقرن حاجة محترمة جدا. وفيهم 2 دول كانوا اللي فيهم دم قبرصي، فأصبح ان ال2 دول جايين فيهم بلق. يعني هما 2 فيهم بلق و2 من غير بلق، بس ال2 اللي فيهم بلق ديت واحدة منهم، تمام، واللي قدامنا دي التانية. الحجم بتاعهم محترم جدا، والصدر بتاعهم والظهر حاجة محترمة. ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. بس نصيحة يا جماعة، اللي ياخد النتايات ديت يوقفها شوية، ما يدخلهاش للذكر على طول عشان خاطر تحول معاه. يعني المفروض النتاية تخش للذكر بعد ما تكسر جوز مثلا، تكون أخدت الشاسيه بتاعها وخدت الحجم بتاعها، بحيث ان هي يبقى صحتها كويسة، تجيب ان شاء الله مواليد بصحة كويسة وكده. انما السن الصغير ده لما بيعشر اول حاجة بيبقى 90%، هو كله رزق من عند ربنا، بس بيبقى 90% منه ان هو بيجيب فرداني، لان هي بتبقى جسمها ضعيف والجهاز التناسلي بتاعها لسه ما تكونش. انما لما بتبقى معدية السنة مثلا، تكسر في اول جوز او قبل ما تكسر في اول جوز بحاجة بسيطة، تخش للعشار، بتبقى حاجة كويسة. دول يا جماعة بفضل الله زي ما قلت لحضراتكم، دول 4 نتايات. 2 ده صورة الأب، دول الأب بتاعهم. 2 7 شهور و2 8 شهور مطلوب فيهم 24,000 الواحدة على 6,000. ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. وطبعا إن شاء الله اللي هيتواصل من خلال القناة مع الحاج رافت هيبقى ليه واجب. ده غير يا جماعة الحاج رافت راجل ثقة جدا. لو حد هيحاول او كلام من ده مفيش اي خوف من ناحيته، ومش اول مرة يعرض عندنا على القناة. ده يمكن العرض السادس ولا السابع. وحضراتكم برضو لو حد عايز يتواصل معايا بضمانة القناة مع الحاج رافت مفيش مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله.